انتهت منذ قليل مباراة نادي برينلي ونادي ليفربول بفوز نادي ليفربول 0-2. أحرز الأهداف داروين نونيز في الدقيقة 6 ودياجو جوتا في الدقيقة 90. فوز مهم لليفربول خارج أرضه، بكده بالنتيجة دي يبقى ليفربول أول الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، فرق نقطتين عن الأرسنال المركز التاني، وبفارق 3 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز التالت، في انتظار مباريات الفريقين هذا الأسبوع. الهولندي في كرة هنا التمرير داروين كل جماهير يسار الريدز في كرة نحن الرحالة. إحصاءات المباراة: تسديدات برينلي 9 ليفربول 19، تسديدات عن مرمى برينلي 0 ليفربول 10، الاستحواذ 31% برينلي ليفربول 69%، التمريرات 287 برينلي ليفربول 656، دقة التمرير برينلي 64% ليفربول 85%، الأخطاء برينلي 7 ليفربول 10، بطاقات الصفراء برينلي 2 ليفربول 1، بطاقات الحمراء 0 برينلي 0 ليفربول 0. حالات التسلل برينلي 1 ليفربول 4، ضربات الركنية برينلي 4 ليفربول 4. أقيمت اليوم أيضا 3 مباريات أخرى: نيوكاسل يونايتد 1 نوتنغهام فورست 3، شيفيلد يونايتد 2 لوتن تاون 3، بورموث 3 فولهام 0. اقول لكم ان في مباراة بتتلعب دلوقتي في نفس التوقيت اللي انا بكلمكم فيه دلوقتي بين فريقي مانشستر يونايتد واستون فيلا، والتقدم لحد دلوقتي لاستون فيلا بهدفين مقابل لا شيء. نتيجة كويسة لاستون فيلا. لو انتهت النتيجة بفوز استون فيلا، استون فيلا هيتساوي مع النقط مع ليفربول، هيبقوا الاتنين 42. خلاص يبقى ليفربول اول واستون فيلا التاني. ترتيب الدوري الانجليزي بعد انتهاء المباريات اللي اتلعبت لحد دلوقتي النهارده: الاول ليفربول 42 نقطة، التاني ارسنال 40 نقطة، التالت استون فيلا 39 نقطة، الرابع توتنهام 36 نقطة، الخامس مانشستر سيتي 34 نقطة، السادس ويست هام 30 نقطة، السابع نيوكاسل 29 نقطة، الثامن مانشستر يونايتد 28 نقطة، التاسع برايتون 27 نقطة، العاشر بورنموث 25 نقطة، ال11 تشيلسي 22 نقطة، ال12 وولفرهامبتون، ال13 فولهام 21 نقطة، ال14 برانفورد 19 نقطة، 15 كريستال بالاس 18 نقطة، ال16 نوتنغهام فورست 17 نقطة، 17 ايفرتون 16 نقطة، ال18 لوتن تاون 15 نقطة، 19 برينلي 11 نقطة، ال20 شيفيلد يونايتد 9 نقاط. عرفنا النهاردة نتائج اليوم في الدوري الانجليزي الاسبوع 19. عرفنا كمان ترتيب الاندية بعد انتهاء مباريات اليوم. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة واضغطوا على زر الجرس عشان كل جديد انا بقدمه يوصل لكم. خلاص، شكرا لكم.